هنتعلم مع بعض الايد الحلزونية او الضفيرة. ممكن نعملها لأي شنطة. في الفيديو ده انا هعملها للشنطة دي. اول حاجة احنا بنحتاج الطول الكلي اللي هنعمل عليه الايد، يعني هنا بقيس عرض الشنطة على حسب المكان اللي هركب فيه. فهنا كان عندي 21 من اول مكان اللي هركب فيه لحد المكان التاني. بعد كده بضرب المقاس ده في 2 وازود عليه مثلا 5 سنتي، فهيبقى حوالي 45 46. فهبدأ اقيس طول من الخيط 46. لو عملناه 41 يعني الضعف، او 42 هتبقى الايد صغيرة شوية، فانا شايفة ان 46 مناسب. فهبدأ اخد الطول، وبعدين هنبدأ نعمل الخيط مجوز بالشكل ده، يعني هلفه عدد من اللفات على نفس الطول اللي احنا قلنا عليه. فبالتالي ممكن اخد مثلا دي كده اول لفة، دي التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. كل ما عدد اللفات بيزيد او عدد الخيط بيزيد، يعني كل ما كانت الايد اسمك واتخن. لكن لو خليناه عدد خيوط قليلة فطبعا بتبقى رفيعة او متوسطة. يعني طبعا احنا مش عايزينها تخينة قوي، لان احنا كده كده هنتنيها نصين، فمش عايزينها تبقى كبيرة على الفاضي. انا شايفة ان العدد ده مناسب. هنبدأ نقص الخيط ونخيطهم في بعض، نخيط الطرفين دول في بعض. بعد كده نيجي لمرحلة البرم. انا بمسك الطرفين، ايدي اللي على اليمين مثلا ببرم لناحيتي، وايدي اللي على الشمال ببرم للناحية التانية لبره يعني. فببدأ ابرم مرة لجوه ومرة لبره لحد ما بحس ان هي اتبرمت معايا كويس قوي وبدأت تعمل عقد كده في النص، وبعد كده بضمهم على بعض. لو لقيت ان البرم مكانش كفاية فببدأ ان انا افكها تاني وابرم من جديد. مهم قوي واحنا بنبرم نبقى شادين ايدينا جامد، يعني ما نبقاش مرخين ايدينا. هي واحنا بنبرم هتلاقيها شدت معانا وضمت على بعض بالشكل ده كده. الحلزونيات بتاعتها مظبوطة ومش مكلكعة، لان انا كنت شد ايدي كويس وبرمت من الناحيتين كويس. بعد كده هنبدأ ان احنا نحط الفتحتين دول على بعض، وهنجيب جزء من الخيط، وبعدين بدخل بالإبرة في الفتحتين دول وهسحب كده بالإبرة الخيط، وبعد كده هربطهم بعد ما اسحب سحبة كمان. واحاول ادخل الرابطة دي جوه بحيث ان هي ما تبانش. ممكن بقى نخفي الخيط بين الايد او ان احنا نقصها، بس اهم حاجة نربطها 3 ربطات كويسة عشان ما تفكش. بس كده تبقى الايد خلصت. محتاجين بقى حلقات، ممكن نستخدم الحجم الصغير او الحجم الوسط على حسب. انا هستخدم الحجم الوسط، وابدأ اركب حلقة يمين وحلقة شمال. وطبعا مهم تبقى حلقات سهلة الفتح عشان نعرف نركبها في الشنطة. وبكده نركبها في كل سهولة. اهم حاجة يكونوا قصاد بعض بالظبط، وبعد كده تبقى بالشكل الجميل ده. مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو حابين اي سؤال اكتبولي.